السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. في الدرس اللي فات أخدنا قارة آسيا وقارة أوروبا، وعرفنا الموقع بتاعهم الجغرافي والموقع الفلكي، وعرفنا أهم التضاريس اللي فيهم، وعرفنا حاجات كتير عنهم. في الدرس ده هنكمل، هناخد المعادن ومصادر الطاقة في قارة أوروبا وآسيا، هندرسهم دلوقتي بالتفصيل. طيب، بيقولك ايه؟ تتمتع قارتي آسيا وأوروبا بثروة كبيرة من المعادن ومصادر الطاقة الإحفورية ومصادر الطاقة المتجددة. طيب، يعني ايه الكلام ده؟ هنعرف دلوقتي. المعادن في قارتي آسيا وأوروبا، يعد استخراج المعادن من المصادر المهمة للدخل القومي. طبعا كلنا عارفين ان دي حاجة بتجيب فلوس في بعض دول قارتي ايه؟ آسيا وأوروبا، وتعتمد عليها العديد من الصناعات. لو ما عندناش معادن مش هيبقى عندنا صناعة، مش هيبقى عندنا دخل قومي نقدر نبيع الحاجات دي. طيب، ايه عندنا أهم المعادن؟ عندنا المعادن الأساسية، تمام، ومعادن الصناعات الحديدية، اللي هي الحاجات الحديد يعني، أو اللي احنا بنستخدمها في الصناعات التقيلة. عندنا الحديد والكروم والنحاس والمنجنيز والنيكل. طيب، ايه تاني؟ عندنا المعادن الخفيفة، التيتانيوم والبوكسايت. طيب، عندنا ايه تاني؟ المعادن الاستراتيجية النووية، اليورانيوم. طيب، دي خريطة زي ما انتوا شايفين، علامات الاكس دي الحديد، بصوا بيبقى موجود فين؟ في أوروبا وآسيا. والمنجنيز والكروم والحاجات دي هنعرف دلوقتي حاجات عنهم بالتفصيل. طيب، أهم المعادن زي ما احنا قلنا واستخدامها. طيب، عندنا الحديد، الكروم، النحاس، تمام، دي معادن خدناها قبل كده. طيب، وعارفينهم. المعادن الجديدة، المنجنيز، تمام. المنجنيز بيدخل في صناعة في صناعة الصلب، في البطاريات، في السيارات الكهربائية. طيب، عندنا بعد كده النيكل. النيكل ده بيدخل في يا مس؟ محركات الطائرات، بطاريات السيارات الكهربائية برضو. طيب، لذلك يعد إحدى المواد الخام الحرجة. ليه؟ لأن وجودها مهم جدا، احنا بنستخدمه في طيارات، تمام. فالطيارات دي حاجات مهمة جدا، شركات الطيران وصناعة الطيارات كطيارة وكهيكل طيارة والحاجات دي، فدي حاجات مهمة جدا، فدي مادة مهمة جدا. ما المقصود بالمواد الخام الحرجة؟ مواد خام محدودة، تمام، ذات أهمية اقتصادية كبيرة زي ما احنا قلنا، تمام. بتدخل في صناعة الطيارات، دي أهمية اقتصادية كبيرة جدا وبتكلف مبالغ كبيرة جدا. طيب، حيث تدخل في إنتاج الطاقة النظيفة. طيب، هنعرف دلوقتي إنتاجهم على مستوى القارتين. طيب، الحديد، الإنتاج العالمي بتاعه قارة آسيا بتنتج منه أكثر من ثلثي الإنتاج. ثلثي الإنتاج، مش تلت واحد، لأ دول تلتين. طيب، أهم الدول المنتجة عندنا الصين، أول دول القارة إنتاجا، رغم ذلك تستورد كميات ضخمة من الحديد لتغطية استهلاكها. يعني هي بتنتج إنتاج كبير، ورغم كده برضو بتستورد تاني. طيب، الكروم أكثر من ثلث إنتاج العالم. طيب، عندنا مين اللي بينتج الكروم؟ الهند وتركيا. طيب، النحاس أكثر من خمس الإنتاج، تمام. مين برضو اللي بينتج النحاس عندنا؟ الصين. المنجنيز 13.5%، ماشي، من إنتاج العالم، بيطلع من قارة آسيا، تمام. عندنا الصين والهند يأتي منهم معظم إنتاج القارة.
طيب النيكل نحو ثلثي الإنتاج برضو. بيطلع منين النيكل؟ من إندونيسيا. أولى قارات، أولى إيه؟ أول دولة في القارة يعني. طيب أوروبا بتطلع الحديد نحو 6.5%. بيطلع منين؟ من روسيا. طيب الكروم بيطلع نحو 6.5% من فنلندا، أول دول القارة إنتاجا. طيب النحاس 10% من روسيا برضو، يأتي منها أكثر من نصف إنتاج القارة. طيب المنجنيز 2% من أوكرانيا، يأتي منها معظم إنتاج القارة. طيب إيه تاني؟ النيكل 10% روسيا، تمام، أول الدول برضو إيه إنتاجا. طب نراجع كده مع بعض. تمام، الحديد بيطلع من عندنا من الصين، تمام، ومن روسيا. الكروم من الهند ومن تركيا ومن فنلندا. النحاس من الصين ومن روسيا. المنجنيز من الصين والهند وأوكرانيا. النيكل من إندونيسيا وروسيا. طيب أهم المعادن الخفيفة في قارتي آسيا وأوروبا 2 زي ما احنا ما قلنا، النيكل والبوكسايت. ايه أهمية ده وايه أهمية ده؟ النيكل التيتانيوم والبوكسايت يستخدم في صناعة هياكل الطائرات والصواريخ والأجهزة الطبية. بما تفسر ليه بنستخدمه في الحاجات دي؟ لأنه يتميز بخفة وزنه وصلابته العالية ومقاومته الكبيرة للتآكل. اللي هو الصدى، يعني ما بيصدش بسهولة، تمام. مش زي مثلا النحاس، لو سيبناه شوية كده اهو في الهوا نبص نلاقيه بقى أحمر كده وصدى. مثلا لو حطيت سلكة مواعين كده اهو في الهوا هتبص تلاقيها احمرت كده اهو وصدت. طيب لا، التيتانيوم ده بقى ما بيصديش بسرعة، غير كده انه وزنه خفيف وصلابته عالية، يعني متماسك جدا 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 شبه الحديد، بس مع الرغم كده هو مش تقيل زي الحديد. طيب والبوكسايت يدخل في صناعة الألمنيوم، تمام. طيب وبعدين التيتانيوم هنعرفه بقى دلوقتي ايه بالإنتاج بتاعه على مستوى القارة. يأتي في المركز الأول حيث تنتج نحو ايه؟ خمسي الإنتاج، تمام. يعني قارة آسيا بتنتج خمسي الإنتاج العالمي، ماشي. طيب أهم الدول المنتجة الصين برضو. طب البوكسايت يأتي في المركز الأول عالميا حيث ينتج نحو خمسي الإنتاج. طيب مين؟ الصين برضو، تمام. وإيه تاني؟ في أوروبا بقى بينتجوا من التيتانيوم 5%، ومن البوكسايت 2.5%. مين اللي بينتجهم؟ التيتانيوم النرويج وأوكرانيا، يأتي منها معظم إنتاج القارة. طيب البوكسايت من روسيا، تمام. طيب بيقولك هنا إيه؟ انتبه، يتركز معظم إنتاج العالم من البوكسايت في المناطق المدارية. طيب ويقل إنتاج البوكسايت في قارة أوروبا. إشمعنى؟ بما تفسر. بسبب عدم توافر المناخ الملائم، تمام، مثل المناخ المداري اللازم لتكوين خام البوكسايت في قارة إيه؟ أوروبا، حيث تقع معظم أراضيها في المنطقة المناخية المعتدلة الشمالا. زي ما احنا قلنا إن المناخ بتاع أوروبا معتدل، تمام. وخام البوكسايت ده بيحتاج مناخ مداري. طيب
ايه الفكرة يا مس؟ هو الخامات دي او المعادن دي بتحتاج مناخ معين عشان تتكون فيه؟ طبعا. طبعا. ليه؟ المعادن دي بتطلع لنا من تحت الارض. طيب، ايه اللي بيحصل تحت الارض في المعادن دي عشان تتكون؟ بيحصل لها ضغط. تمام. بيحصل لها ايه تاني؟ في حركة للقارات من تحت. تمام. بتخلي فيه زي احتكاك او حرارة. وكل ما بننزل زي ما احنا عارفين، كل ما بننزل في المساحة اللي تحت الارض، درجة الحرارة بتعلى. تمام. فالمعادن دي كلها، اي معدن او اي حاجة من الحاجات دي بتطلع من تحت الارض. كل معدن عشان يتكون محتاج ضغط معين ومحتاج حرارة معينة. تمام. ومحتاج حاجات معينة وظروف مناخية معينة، زي الزراعة كده بالظبط. لما بيجي نزرع محصول بيبقى محتاج درجة حرارة معينة، بيبقى محتاج رطوبة معينة كده. فالخامات دي برضك والمعادن دي بتحتاج مناخ معين برضو. طيب، نيجي بقى لتالت حاجة عندنا، وهي المعادن الاستراتيجية والنووية في قارة آسيا وأوروبا. أهمهم وعلى رأسهم كله اليورانيوم. ده بيستخدم فين؟ في الصناعات النووية كمصدر للطاقة النووية. طيب، اليورانيوم قارة آسيا بيزيد عن نصف الإنتاج العالمي. آسيا بتطلع منه نصف إنتاج العالم. طيب، بيطلع منين؟ من كازاخستان. بيطلع منين؟ من دولة كازاخستان. طيب، وأوروبا بتنتج منه حوالي 6%. بيطلع منين؟ من روسيا. طيب، مما سبق يتضح أن إنتاج المعادن الخام في قارتي آسيا مرتفع عن قارة أوروبا، زي ما احنا شفنا في الإحصائيات وفي الحاجات دي، إن بنلاحظ إن آسيا الإنتاج بتاعها أعلى. طب ليه ده يا مس؟ يرجع ذلك إلى إيه؟ اتساع مساحة قارة آسيا مقارنة بقارة أوروبا زي ما احنا عارفين. طيب، ايه تاني؟ تنوع الصخور الموجودة في قارة آسيا. طيب، ايه كمان؟ تعرض مساحات كبيرة من قارة آسيا إلى حركات باطنية قوية مقارنة بقارة أوروبا. إيه الحركات الباطنية دي يا ولاد؟ اللي هي الزلازل والبراكين والحاجات دي. كل العوامل الطبيعية دي بتأثر في إنتاج المواد بتاعتنا وفي إنتاج المعادن. طيب، زي مثلا عندنا في اليابان وفي الهند والصين والمناطق دي بيتعرضوا لزلازل كتير، بنسمع حاجات كتير هناك، وبنسمع عن براكين وبنسمع عن الحاجات دي. البركان لما بينفجر او الارض لما بيحصل لها هزة ارضية او حاجة، بيحصل شقوق فبيطلع منها المعادن وبيطلع منها الحاجات دي. تمام. غير ان دي ظروف معينة بتخلي عندنا في الارض معادن تتشكل في درجة حرارة معينة، فاهمين؟ وفي حركات بطنية قوية. حركات بطنية دي اللي هي بتسبب الضغط يا ولاد، زي ما احنا بنقول كده، ومحتاج ضغط. تمام، عشان المعدن بتاعنا يتكون. طيب، الحاجات دي بتحصل في آسيا أكتر من أوروبا. طيب، وإيه كمان؟ نفاذ كميات كبيرة من الخامات المعدنية الأوروبا بسبب إيه؟ طول فترة الاستخراج الذي بدأت من الثورة الصناعية في منتصف القرن التمنتاشر. يعني إيه؟ في منتصف القرن التمنتاشر بدأت أوروبا تعمل ثورة صناعية. تمام. وبدأت إنها تستخرج معادن، وبدأت إن يبقى عندها صناعة ويبقى عندها مصانع ويبقى عندها اقتصاد ودخل قومي كبير والحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها. فبسبب إن هم بقالهم فترة كبيرة بيستخرجوا المعادن دي وبيستخدموها وبيشتغلوا منها، فده خلى الإنتاج بتاعهم عالميا قليل جدا. تمام. ده خلى إن هم خلاص يعني كان عندهم ثروة كبيرة وبدأوا يستخدموا منها لحد ما بدأت تقل. وبكده يكون انتهى الجزء الأول من الدرس بتاعنا بتاع النهاردة. لو في أي سؤال اكتبولي في الكومنتات، لو في أي حاجة مش فاهمينها، أي حاجة عايزين نعيدها اكتبولي في الكومنتات. هنزل لكم التدريبات إن شاء الله على جروب الواتساب. تمام. ولو حد محتاج أي حاجة يكتبلي في الكومنت تحت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.